ده بلوفر بتاع عميله، والبقعه اللي موجوده ديت بقعه شوكولاته زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي غسلته في البيت وما طلعتش، خصوصا ان الخامه ديت تريكو ما ينفعش معاها ان احنا نستخدم اي فرق. بس بالصدفه وانا بجرب كده البقعه لقيتها طلعت معايا بكل سهوله وبحاجه بسيطه جدا من غير خلطات ولا وجع دماغ. كل اللي استخدمته مسحوق جل اوكسي بتاع الغسالات العاديه، تقريبا الكيس ب 10 جنيه وتقدروا تشتروه من اي سوبر ماركت قريب منه. وطريقه الاستخدام بسيطه جدا واسهل مما تتخيلوا. كل اللي انت هتعملوه ان انت هتجيبوا ميه وتبلوا مكان البقعه بالطريقه دي كده، وبعد كده هتفضوا على مكان البقعه شويه من مسحوق جل اوكسي، ومن غير دعك ولا فرش ولا وجع دماغ، خصوصا كمان ان الخامه سوفت ريكو، يعني ما ينفعش فيها ان احنا نستخدم اي فرش. كل اللي هتعملوه هتفركوا مكان البقعه كده بصباعكم بالشكل ده كده، هتلاحظوا ان البقعه بتبدا تختفي بالتدريج. كمان بقع الشوكولاته مش من البقع اللي ممكن تطلع من الملابس بسهوله، زي ما انتم شايفين المسحوق فعلا طلع البقعه بالكامل وما سابش ليها اي اثر. انتوا متخيلين مدى قوته وتركيزه انه قدر يشيل بقعه صعبه زي ديت وكمان ما اثرش على لون البلوفر. انتوا كمان لازم تجربوه، خصوصا ان انا واحد من الناس مراتي دايما بتستخدم مساحيق اوكس في غسيل الملابس، وفعلا نظافه وريحه الملابس بتكون حلوه جدا. بصراحه مبسوط من النتيجه جدا، وده اللي خلاني اعمل الفيديو عشان الكل يستفاد. انتوا كمان اعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان اكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.